السلام عليكم. ناس كتير بتشتكي ان الحمام بيفرقع منها وهي بتسلق. هنعمله النهارده بطريقه سهله وبسيطه، وهقولك ليه هو بيفرقع منك، بس تابعي الفيديو للاخر. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله ونروح نشوف طريقتنا هتكون ازاي. عندي حله على النار هحط فيها معلقتين من السمنه، ويفضل ان السمنه تكون بلدي. وبعد كده هنزل بصلايه كبيره مقطعاها قطع صغيره، وانا هنا مش عايزه البصله تحمر، انا عايزه البصله فقط تدبل. اول ما البصله تدبل هنزل بالكبد والقوانص بتاعه الحمام اللي انا مقطعاها قطع صغيره، هديها صدمه كده، شوحها شويه لحد ما لونها يتغير. واول ما لونها يتغير هنزل بالرز. انا هنا حطيت 3 كوبايات كبار من الرز، بس هم طلعوا كتير، انا عامله 7 فرد حمام، يعني كان المفروض ان انا احط كوبايتين من الرز. هضيف بقى هنا الرز، وبعد كده بقى نحط التوابل بتاعتنا اللي هي تبقى عباره عن فلفل اسمر ورشه قرفه، 7 بهارات، رشه جنزبيل، وهنظبط الملح بتاعنا. ليه بقى الحمام بيفرقع منك؟ لان انت بتحطي الرز ني، المفروض الرز ما يتحطش ني. انا هنا حطيت كوبايه من الميه، المفروض الرز يكون مستوي يعني ربع سوا. اول ما الرز يشرب كوبايه الميه نبتدي نحشي. انا بحشي بين اللحم والجلد، يعني حشيت الحمامه بين اللحم والجلد. وحاولي ان انت ما تبالغيش في الحشو عشان ما يفرقعش منك. شايفين يعني انا مش ماليه الحمامه. وبعد كده حطيت الجناح، حاولي تتني الجناح يبقى ورا كده عشان يبقى شكل الحمامه حلو، وما تبالغيش زي ما قلت لك في الحشو. وطبعا كتفت الرجول كده من تحت زي ما انت شايفه. نروح بقى نسلقه. حله على النار فيها ورق لورا، حبهان، فلفل اسمر، ولازم الميه تكون بتغلي كويس جدا. وبعد كده هنسقط الحمام، بعد لازم تكون الميه بتغلي. هنسقط الحمام. شايفين الحمام السقط مفيش رزايه طلعت منه. لو جربت الطريقه دي استحاله حمام يفرقع منك بعد كده. لازم الرز يكون مستوي ربع سوا. شايفين اول ما بتنزل الميه المغليه بتلم على بعضها. حاجه كمان ان انت ما تبالغيش في الحشو. شايفين انا سقطت هنا الحمام كله، مفيش واحده فرقعت. وعايزه اقول لك كمان حاجه، وانتي بتقلبي قلبي بمعلقه تكون سيليكون، يعني ما تقلبيش بشوكه، ما تقلبيش بمعلقه عشان ما تهريش فيه ويفرقع منك. وكمان حاجه ان الغطا يكون متوارب بالشكل ده، ما تغطيهوش، ما تكتميش الغطا عليه، لا الغطا يكون متوارب. هنا بعد ما السلق اخد بالظبط 40 دقيقه على النار، وبقلب بمعلقه سيليكون اهو زي ما قلت لكم. ما تقلبيش بمعلقه استانلس ستيل او شوكه او كل الكلام ده. ما فيش واحده فرقعت، ما فيش رز خالص واقع في الحل. وادي النتيجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم. انا في اللقطه دي والله كان نفسي افتح لكم حمامه، بس كانوا ولادي هياكلوني، كانوا يعني مستعجلين على الاكل بطريقه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وافادكم، وشكرا ليكم.